السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة مفيدة جدا في مجال الشاحنات، وطبعا بالأخص مجال مرسيدس أكتروس، لأن في ناس كتير أهو مش عارف يفرق بين ال MP1 و2 و 3 و 4، بالذات الناس اللي شغالة في الفحص أو أصحاب العربيات أو الناس اللي السواقين طبعا اللي اتعودوا على ال MP1 أو اتعودوا على ال MP2 و 3. لما بيركب عربية MP4 بيبقى شايف الدنيا صعبة شوية عليه. النهاردة هنتكلم عن حاجة تخص الكنترولات، إيه الفروقات اللي بين العربية ال MP1 و2 و 3 والعربية ال MP4 في الكنترولات بتاعتي. أول حاجة هنبدأ بيها الكنترول المركزي في كل واحدة من دول. الكنترول المركزي طبعا الموجود في MP1 هو الشاشة بتاعتي. الشاشة بتاعتي مش مجرد شاشة في السيارة ال MP1، الشاشة هي عبارة عن حاجة اسمها الجيت واي أو الكنترول المركزي. اللي بيقوم بالوظيفة دي في ال MP2 و 3 هو كنترول الجي ام اللي احنا بنسميه قاعدة الفيوزات أو الفيوز بوكس. أما في موديلات ال MP4 الموضوع اختلف تماما، لان الجيت واي او الكنترول المركزي بقى اسمه ايه؟ سي جي دبليو، بشكل مختلف ومكان ايه تاني خالص غير اللي احنا اتعودنا عليه في الموديلات الاقدم. ندخل على حاجه تانية، كنترول اسمه كنترول القياده. كنترول القياده ده مسماه بيعبر عن وظيفته، اللي هو مسؤول عن منظومه نقل الحركه، المكنه والفتيس واي حاجه مرتبطه بنقل الحركه للمجموعه الخلفيه او للكرونه. تمام. اول حاجه في الام بي 1 كان الكنترول بيبقى اسمه اف ار، او احيانا كنا بنلاقي مكتوب عليه ايه؟ اف ام ار. ده كان شكل الكنترول موجود داخل الكابينه. طبعا في الموديلات الام بي 2 و 3 كان اسمه اف ار، واحيانا كان بيكون مكتوب عليه اف ار او سي بي سي زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا. في الموديلات الاحدث الام بي 4 بقى اسمه سي بي سي 3. تمام. المحرك طبعا ممكن يكون ثالث اهم كنترول في السياره بتاعتي، وكان موجود في الام بي 1 والام بي 2 و 3 في نفس المكان على المحرك في الجنب اليمين، وكان المسمى بتاعه كنترول الام ار. لكن الموضوع اختلف في العربيه الام بي 4، لان بقى مسمى كنترول ام سي ام، وبقى موجود في الجنب الشمال. شكلا اختلف، والوايرنج اختلف، والضفيره اختلفت، حتى مسمى الكنترول مختلف تماما. عندي كنترول الفتيس او كنترول الجير بوكس او بنسميه كنترول الجير. طبعا في حاله ان الجير كهرباء، لان في حاله الجير عاده بيكون مسؤول عنه كنترول القياده بذاته عن منظومه نقل الحركه او منظومه الجير بتاعي. تمام. فكنترول الفتيس في العربيه الام بي 1 المسمى بتاعه جي اس، ويكون داخل الكابينه بيكون بالشكل ده. كنترول عادي تصنيع شركه واكو، 4 سوكت او 4 فيشه، موجود داخل التابلو. اما في موديلات الام بي 2 و 3 فالكنترول برضو تصنيع شركه واكو، لكن موجود على جسم الجير بتاعي او على الفتيس في الجنب اليمين. الموضوع طبعا في الام بي 4 اختلف تماما، لانه المسمى اختلف، بقى كنترول الجير او الفتيس اسمه تي سي ام، وموجود في الجانب الشمال من الفتيس بتاعي. طبعا نيجي في المرتبه الرابعه او الخامسه كنترول الفرامل اللي هو البريك سيستم. في الام بي 1 طبعا كان المسمى بتاعه بي اس، وموجود داخل الكابينه تصنيع شركه واكو. وفي الام بي 2 و 3 بي اس برضه نفس المسمى وموجود داخل الكابينه. اما في موديلات الام بي 4 الاسم اختلف، بقى اسمه اي بي اس. تمام. كنترولات الانوار الاماميه او كنترول التحكم في الجزء الامامي من الشاسيه. في الام بي 1 ما كانش عندي كنترول يتحكم في الجزء الامامي من الشاسيه، يعني المنظومه كانت منظومه كهرباء تقليديه عاديه. في الام بي 2 3 بقى في كنترول اسمه اف ام موجود في اول الشاسيه، ومسؤول عن الجزء الامامي اللي يخص الانوار الاماميه واي ملحقات على الشاسيه في الجزء الامامي. في موديلات الام بي 4 الموضوع اختلف، كنترول الانوار الاماميه والجزء الامامي بقى هو نفسه الفيوز بوكس، اللي هو بعض الموديلات اسمه اس سي اي، وبعض الموديلات الثانيه اسمه اس سام. كنترول الانوار الخلفيه كان في الام بي 1 نفس المنظومه، ان المنظومه دي ملهاش كنترول مسؤول عنها بشكل مباشر. تمام. اما في الام بي 2 3 الانوار الخلفيه وكل الملحقات اللي على الشاسيه في الجزء الخلفي مسؤول عنها كنترول الاتش ام زي ما احنا شايفين صورته قدامنا. هو طبعا تيبيكال نفس الشكل بتاع الاف ام، لكن الوظائف مختلفه والتركيب الداخلي كبورده مختلف. اما في موديلات الام بي 4 فعندي كنترول الخلفي بقى اسمه اس سي اتش، او في بعض الموديلات الاس سام. الاس سي اتش لو موجود بيكون مكان الاتش ام ورا على الشاسيه، او الاس سام هيبقى هو قاعده الفيوزات، هتبقى برضه في الموديلات دي مسؤوله عن الانوار الخلفيه. التاكوجراف او الخباص في الام بي 1 كان في موديلين، موديل اسمه اف تاكو وده موجود داخل الشاشه، بيلت ان داخل الشاشه،
وموديل تاني اسمه ام تاكو اللي هو شايفينه في الشكل بتاعنا اللي هو تحت ده. دخلنا على الام بي 2 3 بقى في ام تاكو وفي دي تاكو. الدي تاكو الشكل اللي فوق والام تاكو الشكل اللي تحت. في الام بي 4 ما بقاش فيه ام تاكو، كل الموديلات اللي بتنزل عندي حاجه اسمها الدي تاكو او الديجيتال تاكوجراف. الشاشه في الام بي 1 شاشه هي فيها لمسه جماليه شويه، فيها جزء ديجيتال لكن لسه بالشكل القديم، 3 سوكت 3 فيشه مختلفه. تمام. عن الام بي 2 3 شاشه يعني ممكن احدث شويه، شكلها ارقى شويه، 2 فيشه. طبعا دي شاشه الام بي 2 والام بي 3 الاثنين بيشتغلوا تقريبا نفس الوظائف. اما في الام بي 4 طبعا هنا مسمى كنترول اي ان اس، والام بي 2 و 3 مسمى كنترول اي ان اس. وفي الام بي 4 الموضوع اختلف تماما كوايرنج وكوظائف وكل حاجه، ما بقاش ينفع الام بي 2 تركب مكان الام بي 3. تمام. بقى الشاشه اسمها ايه؟ اي سي يو سي. الكنترول المسؤول عن منظومه القرب الهوائيه او المنافيخ او اللي هو الليفل كنترول. في الام بي 1 كان في كنترول داخل الكابينه اسمه ان ار، ده كنترول صغير كده 2 سوكت او 2 فيشه. اما في موديلات الام بي 2 3 بقى المنظومه دي بقت مدمجه داخل الاتش ام، يعني في داخل الاتش ام منظومه اسمها ان ار ليفل كنترول. عشان كده لما اجي اتحكم في القرب بتحكم منها في داخل اتش ام وبعمل لها معايره من داخل اتش ام. اما في موديلات الام بي 4 الحديثه بقى في كنترول تاني خاص بالقرب. الكنترول ده اسمه ايه؟ سي ال سي اس، زي ما احنا شايفين موجود على الكنترول بتاعي. عباره عن 2 سوكت لكن مكانه فين؟ تحت على الشاسيه. الريتاردر او منظومه التلمه او فرمله الجير. تمام. الريتاردر في الام بي 1 والام بي 2 و 3 نفس المسمى، كنترول ار اس هو اللي بيتحكم في المنظومه. كنترول شبه كنترول الجير كده او كنترول الفتيس اللي هو في الام بي 1 او شبه كنترول الفرامل. عباره عن ايه؟ كنترول 2 فيشه. تمام. تصنيع شركه فويس، الشركه المصنعه للريتاردر. في موديلات الام بي 4 بقى كنترول اسمه ار سي ام وبقى موجود فين؟ على الريتاردر نفسها او على التلمه. طبعا الاسم الصحيح للمنظومه دي هي الريتاردر. منظومه البيئه طبعا في الام بي 1 ما كانش في عندي منظومه بيئه، لان منظومه البيئه بدات في اواخر الام بي 2. تمام. في 2008 2009. ففي الام بي 2 و 3 منظومه البيئه مسؤول عنها كنترول اسمه اس سي ار زي ما احنا شايفين صورته، بيكون موجود جنب سلم التبع. والاس سي ار ده كل مشاكله بتظهر عندي داخل ام ار، يعني لما اجي افحص منظومه البيئه افحص كنترول الام ار. اما في الام بي 4 الموضوع اختلف، بقى في اس سي ار فعلا لكن بقى في مدير لمنظومه البيئه. مش هرجع لكنترول المحرك، هرجع لكنترول مدير منظومه البيئه، كنترول اسمه الاي سي ام بنفس الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، بيكون موجود على الشكمان بتاعي لكن في الجزء الداخلي اسفل الشاسي. وبكده يكون قلنا اغلب الكنترولات ووظائفها والفروقات بين الام بي 1 و 2 و 3 و 4. اخر حاجه معانا برنامج الفحص اللي انا بستخدمه عشان افحص الموديلات المختلفه. لو انت بتفحص عربيه ام بي 1 فانت هتستخدم برنامج الداس اللي هو ذات علامه مرسيدس المميزه على الديسكتوب بتاعك. ايقونه بيبقى شكلها علامه مرسيدس وبندوس عليها مرتين بيفتح برنامج الداس. وكذلك في الام بي 2 و 3 برنامج الداس. اما في موديلات الام بي 4 الموضوع اختلف تماما، لان البرنامج المسؤول عن الفحص بقى مسمى تاني خالص، مسمى اسمه اكسنتري او اكسنتري ايا كان النطق بتاعنا. لكن الواجهه بتاعته اختلفت تماما عن الموديلات القديمه. لو انت فتحت برنامج الداس عشان تفحص منظومه حديثه ام بي 4 مش هيشتغل معاك ومش هيقرا المنظومه تماما لانه مش مجهز يقرا موديلات احدث من 2011 او تم اصدارها اعلى من 2011. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون قدمنا معلومه مفيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.